بص بقى يا سيدي، انا مش هطول عليك الفيديو ده زي ما طولتش عليك في فيديو ريال مدريد. ببساطه كده الماتش بتاع الليفر كله امبارح يتلخص في ان الليفر بيعرف يهاجم، عنده خط وسط بيعرف يدي سروهات وعرضيات وحاجات جميله ومريحه للعين للمهاجمين، والمهاجمين الحمد لله كويسين. دياز امبارح مخلص كوره من صلاح، اقسم بالله صلاح عمل حاجه حركه كده اللي هو الباصه كده العنابي، حاجه في منتهى الروقان والانسجام والاستجمام. بس حرفيا دفاعك مراجيح، وده انا مش هتكلم في تاكتكس لان انا خلاص اتكلمت في الفيديو الطويل في التاكتكس عشان انا دماغي، وعشان لما اجي اتكلم عن الماتشات اتكلم عنها بسرعه واخلص. من الاخر كده دفاع ضايع، احنا ما عندناش دفاع. امبارح الدفاع عندنا في ليفربول كان عباره عن فان دايك وشكرا، فان دايك واليسون. حرفيا اليسون كان عامل تنين مجنح في الماتش اساسا، وفان دايك كان شغال في الجنب بتاعه. روبرتسون ضايع، ارنولد ضايع، كوناتي مودينا في داهيه وكان هيلبسنا ضربتين جزاء اساسا. ده بالنسبه للدفاع. انت بقى عندك المشكله الاكبر في خط الوسط الدفاعي، بمعنى ان انت ما عندكش هاف ديفندر اللي هو قاطع الكرات، اللي هو الشخص اللي احنا يعني يعني قعدنا نتكلم فيه وقعدنا نناقش فيه في الفيديو الطويل. انت عايز حد مكان فابينيو، يا تروح تخلص مع ساوثهامبتون في اسرع وقت ممكن، يا تروح تخلص في كايسيدو. وخلاص على فكره كايسيدو خلص، يعني كايسيدو اسمه ايه، تشيلسي خدته. انت دلوقتي لازم تروح تخلص في اسمه ايه لافيا دوت بتاع ساوثهامبتون. لو ما خلصتوش اعرف ان انت دخلت في مرحله من هي 60 نيله، هتفضل بنفس الاسلوب ده لحد اخر الموسم. بتعرف تهاجم، عندك خط وسط محترم جدا، بيعرف يقطع كور، بيعرف يباصي كويس، بيعرف يدي التمريرات البينيه كويسه جدا، ولكن ما عندوش القدره الدفاعيه. فانت عندك دفاعك شبه عريان بسبب ان كمان ارنولد ما بيفضلش في الجنب اليمين، بيقلب لخط الوسط وبيفضل في خط الوسط على ما بيرتد في الهامه الدفاعيه. بيحصل اخطاء كتيره، وكوناتي غلط كتير، وبقول لك كان في ضربتين جزاء كان ممكن يعني لو الحكم مركز شويه او الحكم مغتت شويه كان ضربتين جزاء، ضربتين جزاء. تمام، انا بقول لك كانوا هيبقوا ضربتين جزاء. حلو. ده انا بقول لك كده وانا عارف ان ده ملخص الماتش حرفيا، مفيش حاجه تاني تتقال في الماتش. تمام. صلاح وحوار ان هو اتبدل وكان طالع متضايق ومتعصب والكلام ده كله، انا بقول لك اهو صلاح حقه ان هو يطلع متضايق، لان هو طالع وهو الاساس بتاع الهجوم بتاع الفريق. صلاح اول ما طلع مبقاش في هجوم، صلاح من اول ما طلع مبقاش في هجوم، من اول ما الجبهه اليمين ما بقتش شغاله مبقاش في هجوم لليفربول، وبقوا بيلعبوا على ان هم ياخدوا النقطه مش ان هم يكسبوا الماتش. داروين نونيز كان المفروض ينزل من الشوط الثاني، كان المفروض ان انت تنزل حد مكان جوتا وتطلع كودي جاكبو قدام. لويس دياز عمل الشوط الاولاني حلو، كنت تبدله وتنزل حد مكانه عشان تقفل خط الوسط. ده لو انت عايز تلعب على اساس ان انت تكسب الماتش، ان انت تقل خط الوسط بتاعك والهجوم بتاعك يتكون من صلاح، داروين نونيز وكودي جاكبو. تمام. تتقل خط الوسط بتاعك ازاي؟ كيرتس جونز كان ممكن ينزل من الشوط الثاني من اول الشوط. تمام. وكان هارفي اليوت ده ينزل مكان صلاح في اخر 5 دقايق، اخر 10 دقايق اللي هم اللي اكسترا تايم اللي كان موجود. بس صلاح ما يخرجش من الملعب غير وهو انت مضمن للمكسب، ومضمن ان هو على الاقل جايب جون او حاجه. انا مش بكلمك عشان الفانتزي، ومش بكلمك عشان خاطر انا مصري وبحب صلاح والهري ده كله، لا. بس صلاح فعلا هو العامل التقيل او الشخصيه القياديه والقويه اللي موجوده في ليفربول، في الهجوم بالذات. في الدفاع عندك فان دايك، في الهجوم عندك صلاح. خط الوسط الاثنين اساسا صغيرين وبيتعكزوا على بعض وبيتكوا على بعض، اللي هو الاثنين بيتطوروا مع بعض. انت دلوقتي لو ما جبتش هاف ديفندر اللي هو بتاع ساوثهامبتون، حاول تجيب حد تاني. انا قلت لك، انا قلت الافكار اللي عندي، وانا شايف ان الافكار اللي عندي كويسه جدا وممكن تنفع في خط الوسط بتاع ليفربول دلوقتي، خاصه ان تياجو الكانتارا مش هيرجع قبل فتره طويله بسبب الاصابه اللي عنده. تمام. و يعني حد السنتر باك زياده جنبك، بس مش هقول لك اكتر من كده. ده كل اللي كان عندي بخصوص موضوع ليفربول ضد تشيلسي. لو عجبك الفيديو يا ريت لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم خير على خير ان شاء الله. يا ريت يا شباب يعني موضوع الشير واللايك دوت عشان خاطر بيزود الانتشار بتاع الفيديو. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.